السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعضينا مسقعة بتنجال. ان شاء الله هتعجبكم. اول حاجة معايا على نار طاسة فيها زيت، ومخرطة البطاطس زي ما انت شايفاها. فاول حاجة بقى هبدأ احط البطاطس في الزيت. تمام. وهجيب البتنجال اللي انا هستخدمه. طبعا الكمية دي بتاعتك انتي. معايا هنا بتنجالة، ومعايا 3 حبات من الفلفل هحمرهم برضو. اول حاجة هنا بقى ببدأ اخرط البتنجال نفس ما انا مخرطة البطاطس مكعبات. انا هنا بقى كنت بعمل بدري لان عندنا النور طبعا بيقطع الصبح بدري. وجيت للجد انا المسقعة دي كنت هعملها امبارح، فطبعا ولادي جاوا كان النور قاطع، فقلت لهم ايه ان انا هعمل مسقعه. رفضوا مرضوش، لا احنا مش هناكل مسقعه، ما بيحبوهاش ابدا. يعني 3/4 الاكل اصلا ما بيحبوهوش. كانوا جايين تعبانين قوي، كانوا مفرهدين وقالوا لي احنا عايزين ناكل مكرونه بالبشاميل. قلت لهم اصلا ما عنديش مكرونه هنجيبل، وانا كمان ما عنديش لبن هنجيبل. طب ما انتوا بتقولوا انتوا تعبانين، قالوا لا احنا هنجيبل. فالمهم قلت بقى ما فيش مفر، احنا كده بقى نضطر نعمل لهم مكرونه بالبشاميل. واجلت المسقعه بقى ايه للنهارده. هنا بقى هرش عليها معلقتين دقيق علشان ما تشربش معايا زيت. تمام. البتنجان لما بتضيفي له معلقه او معلقتين دقيق ما بيشربش زيت. انما الخل انا جربته، في ناس بتقول لك الخل، بس انا جربته والخل مش حلو ابدا. فالمهم بقى ما كملتلكمش، قلت لهم ايه خلاص ماشي مش هعمل بقى البتنجان النهارده. واجلته بقى امبارح واجلته للنهارده. قلت بقى انا هقوم الصبح بدري كده قبل النور ما يقطع. مراد نام، واستغليت كمان ان مراد ابني نايم، وقلت بقى هعملها بدل ما اسيبه لحد ما يجوا هم. عبال ما بيجي النور بيبقى قاطع، ما بيبقاش لسه جه، فما بعرفش اعمل. قلت بقى خلاص انا هقوم اعمل المسقعه دي قبل النور ما يقطع. على فكره هو قطع وانا بعمل برضو، بس انا قلت بقى احطهم قدام الامر الواقع وهعمل المسقعه. يعني هعمل المسقعه ياكلوها ياكلوها، ما ياكلوهاش ما ياكلوهاش. انا اقول لكم على المفاجاه كمان جايه ورا. فحطيت انا بقى معلقتين زيت في الطاسه، وبرضو هنا بحمر هنا وبحمر هنا علشان انجز بسرعه قبل النور ما يقطع. معايا هنا على الطاسه حطيت توم مفروم، وحطيت معلقتين زيت، وهبدا احمر الطماطم بتاعتها. هنا بقى البطاطس هيتي كانت اتحمرت معايا، هبدا بقى اعينها. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. بخرط الطماطم هنا طرنشات صغنونه خالص. او باخدها على انا خرطتها صغير وخدتها على المفرمه على الكبه، حاجه بسيطه خالص كده. بحبها ان هي يبقى ليها سنه ميه. هنا بقى انا حطيت الزيت، البتنجال في الزيت هبدا احمره. صلوا بينا على النبي صلى الله عليه وسلم. فجيت عملت بقى المسقعه. فطبعا اول ما جه شافوها اتصدموا، والله العظيم حرفيا اتصدموا. انت ما لقيتش الا المسقعه، احنا مش عايزين ناكل مسقعه. قلت لهم لا، ما انا كل مره ببقى نفسي بروح اجيب البتنجان بيفضل لما يبوظ، كل ما اجي اعمله يحلفوني ما اعملهوش. قلت لا، المره دي بقى انا هحطهم قدام الامر الواقع. فاش بقى اللي حصل. انا بحب المسقعه بحبها مشطشطه. تمام. فطبعا عشان هم ما ينفعش ان انا احط شطه في اي حاجه. هنا بقى كانت الطماطم اتحمرت معايا، ابدا اضيف الطماطم. فجبت شطه بودره حطيتها جنبيها وانا باكل. قلت عشان احط قدامي شطه كده، لا طبعا لما بتبقى مشطشطه بتبقى حلو. ومش عارفه دخلت اعمل ايه في المطبخ او اجيب ميه، مش عارفه بالظبط انا كنت داخله اعمل ايه. جيت لقيت ابني مسك بدرمانه الشطه وحطه كبه في المسقعه. برضه ما كلوهاش. انت سبحان الله بيجري ورانا. حطيت نص معلقه كمون، نص معلقه كزبره، نص معلقه فلفل اسود، والملح حسب الرغبه. وطبعا ما تحطيش اي توابل غير كده لان هي مش بتبقى حلوه. هنا معايا البتنجال وانا هستكفى بتحميره كده، مش هغمقه اكتر من كده علشان ما يبقاش طعمه مش حلو، وفي الشكل برضو ما بيبقاش حلو. فوالله العظيم انا بحكي لكم فعلا زي ما بحكي لكم كده. وفي الاخر طبعا انا بحبها مشطشطه، في الاخر انا اكلتها وقالوا لي لا ده مشطشطه احنا مش هناكلها. وقعدت صينيه المسقعه انا اللي قعدت في رابيزي انا برضه. طب انا كنت خدتها من اخرها، يعني انا لازم اعمل يعني مسقعه؟ طب ما كنتش عملتها. هنا بقى معايا الطماطم السباكت، هبدا اضيف بقى فيها الحاجات اللي انا حمرتها.
هقلبها بقى. وطبعا وكالعاده يا ساده في اللقطه الجايه النور قطع، فانا طفيت عليها وقلت كده كده بقى لسه بدري على المدرسه، لما يجوا من المدرسه هبقى اولع عليها تكمل بقى الاستوى بتاعها. وهنا بقى كانت المسقعه بتاعتي خلاص خلصت زي ما انتوا شايفين كده والنور جه، والحمد لله المسقعه انا هشبع بيها. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمه الله.